بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ندي كلمتين كده في النكش اللي ما بين الاهلي وبيراميدز والاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. الحقيقه بشوف انه النكش ده مش في مصلحه الكره المصريه، والنكش ده غلط، والنكش ده بيعمل تعصب بين الجماهير. ممدوح يعني في رجل الاعمال المعروف ممدوح عباس عاوز يتعاقد مع او يخطف من الاهلي مع حسين الشحات وكوكا. وانا مش فاهم الحقيقه، هو انت يعني دايت بيك الدنيا؟ يعني لا كوكا لعيب اساسي في الاهلي دلوقتي بعد بالعمري، ولا حسين شحات حتى لعيب اساسي دلوقتي. انت بتستضيف الملائكه يعني. الحقيقه تصرفات انا مش فاهمها، وانا مش فاهم برضو كلام بتاع رجال الاعمال ده. يعني ايه انت محب؟ يعني ايه محب؟ يعني ايه محب؟ معلش يعني مش فاهمها الحقيقه. اصل النادي ده له محبين والنادي ده له محبين، والاهلي كلام كده ياسين منصور. طب يعني ايه بيدفعوا ويجيبهم يعني؟ ما شفناش الحقيقه، ما احنا عايشين في مصر من زمان يعني. كان اولى ندفع لمصر، يعني ندفع للبلد يعني. فالحكايه محبين وبيدفعوا فلوس دي، يعني ما فيش حد بيعمل حاجه لله. احنا عايشين لنا سنين طويله في الحياه، ما شفناش حد بيعمل حاجه بملايين وبمليارات لله. فاتصور انه الكلام على انه اصلا محب وعنده استعداد يدفع 100 مليون و200 مليون و500 مليون ودفع 800 مليون، يعني حد بيوزع مئات الملايين. وبرضه الناحيه الثانيه في الاهلي في ناس كده يعني مش مفهوم. وبعدين حتى لما انتم محبين خليكم حتى يعني ما تزودوش التعصب بين الجماهير.